بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جمهور الأهلي زعلان وليه حق يزعل. هو جمهور الأهلي يعني بيزعل. الأهلي ما بيلعبش على التعادل، ما بيلعبش في أي مباراة حتى لو ودية. جمهور الأهلي دايما بيلعب على المكسب، بيحب المكسب. فلما الفرقة تتعادل للماتش التاني على التوالي في الدوري، ماتش بتروجيت 1-1، امبارح المصري 0-0، وزيزو يضيع ضربة جزاء. وارد على فكرة أفضل لاعيبة العالم ميسي ورونالدو اللي هم أفضل لاعيبة في العالم، محمد صلاح، بيضيع ضربة جزاء عادي، مفيش مشكلة. لكن جمهور الأهلي زعلان حزين. وأنا قلت لك بيراميدز جاي يتدحلب ترتيب الدوري المصري. سيراميكا امبارح فاز وعمل رومونتادا بعد ما كان خسران من بتروجيت 1-0، قلب الخسارة دي لفوز 2-1. فدلوقتي الاهلي سيراميكا الاول 26 نقطة، الاهلي تاني 23 نقطة من 12 مباراة، الزمالك تالت بعد فوزه امبارح 22 نقطة، فرق نقطة بينه وبين الاهلي. بيراميدز رابع 20 نقطة بس من 9 مباريات، يعني باقي له 3 مباريات، فازهم يصل للنقطة 29. كده سبق الاهلي بكام نقطة؟ ب6 نقاط. وسبق الزمالك بكام نقطة؟ ب7 نقاط. وانا قلت لك المنافسه، مع احترامنا للسيراميكا والمصري وكل الانديه دي، انا بقول لك المنافسه تاني بين الاهلي وبيراميدز، بين الاهلي وبيراميدز، والزمالك يعني وراه. سيراميكا بيقدم اداء كويس جدا، في لعيبه كويسه جدا، صديق اجولا، عمرو السوليه، لا في فرقه. لكن انا بقول لك المنافسه هتكون اهلي وبيراميدز. طيب، جمهورها زعلان زعلان، جمهور الاهلي زعلان زعلان، زعلان من اللي حصل امبارح في الماتش بتاع المصري. الاهلي كان يريد المكسب، كان عايز المكسب، لكن اللي حصل عكس كده. ماتش طلع تعادل، خلص 0-0. يا ستروب، انا بقول لك وعلى مسؤوليه الكلام ده، وهتسمعه من سيف زاهر وهو عبد الهادي ومدحت شلبي وابراهيم فايق، كل الاعلام الرياضي هيقول لك الكلام ده. الاهلي لو ما خدش بطوله السوبر المصري هيبقى في شرخ بين الجمهور، شرخ كبير، ويستروب المدير الفني. واضحه وصريحه اهي، واضحه وصريحه اهي. الاهلي لو ما خدش بطولة السوبر المصري هيبقى في شرخ كبير. الاهلي من دقايق قليله كان في مطار القاهره مسافر الامارات، ومعاهم امام عاشور زي ما قلت، زي ما قلت لك من يومين ومن 3 ايام فاتوا. الاهلي امام عاشور هيسافر مع بعثة الاهلي للامارات، هيكون ضمن القائمة. طبعا مش هيلعب، ده واضح ومؤكد مليار في المية، مش هيلعب، مش هيشارك. امام عاشور لن يشارك. ليه؟ لسه ما جهزش، لسه ما اتدربش، لسه ما نزلش التدريبات. وكل الفترة اللي فاتت دي كان ايه؟ في الجيم، بيعمل تأهيل في الجيم والكلام ده، كلام بدني كله. انما تدريبات لسه ما نزلش التدريبات. فامام عاشور مش هيلحق ماتش السوبر، لكن هو مسافر يعني دعم ليه وللفرقة، وكويس على فكرة حتى يطلع من الحالة اللي هو فيها، يبقى مع وزمايله في الأجواء. فإمام مسافر مع بعثة الأهلي، وظهر النهاردة في المطار جنب لعيبة النادي الأهلي زمايله. طيب، ده فيما يخص النادي الأهلي وزعل جمهور الأهلي من نتيجة امبارح. الأهلي عنده مباراة أمام سيراميكا يوم الخميس، عنده مباراة أمام سيراميكا يوم الخميس القادم، مباراة في غاية الصعوبة. سيراميكا اللي منتشي متصدر الدوري، عنده لعيبة كويسة، عنده مدرب محترم جدا. فالماتش صعب، الماتش صعب 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 صعب.
الاهلي يكسب طبعا. الاهلي في الملعب هتلاقي الجمهور مقفل الاستاد كله جمهور اهلي. هتلاقي الاستاد كله هزاع بن زايد مليان على اخره جماهير الاهلي. فيا ترب انت بقيت على المحك خلاص. جمهور الاهلي مش هيصبر كتير، مش هيصبر كتير. في نواقص في فرقة الاهلي في الدفاع، في نواقص في الباك ليفت، في نواقص في الباك رايت، في الراس حربة. احنا شفنا جراديشار امبارح ايدك منه والارض يعني. وشريف طبعا مش هيلحق السوبر، محمد شريف مش هيلحق بطولة السوبر. الزمالك على الناحية التانية عنده صدمة كبيرة، اخوان بزيرة خلاص رسمي بره السوبر، وده نجم الشباك في الزمالك. يعني تقدر تقول هو النجم الاول في الزمالك اخوان بزيرة. صاب بنبارك له طبعا، ربنا رزقه بمولود او مولودة النهاردة، ربنا يحفظها له او يحفظه له المولود الجديد. لكن بزيرة خارج السوبر رسمي فهمي نظمي، خارج السوبر رسمي فهمي نظمي خلاص. إصابة شد قدامه مش أقل من أسبوعين عبال ما يرجع. وهنا الزمالك هيبقى في مأزق لأن مفيش بديل لبزيرة. الزمالك يعتبر ما عندوش جناح إلا هو بزيرة بس. أدم كايد مصاب، أحمد شريف مصاب، ناصر منسي. ف ما فيش الا عبد الحميد معالي دلوقتي وتشيكو بنسا. يحلها ازاي احمد عبد الرؤوف؟ احمد عبد الرؤوف في ورطه لان عنده بيراميدز. ضرب نار يا جماعه، بطوله السوبر المصري ضرب نار. بيراميدز والزمالك يوم الخميس، وسيراميكا والاهلي يوم الخميس. توقعاتك للماتشين دول قولها في تعليق، قولها في تعليق. لكن الزمالك عنده صدمه، عنده ضربه موجعه جدا بغياب بزيره للاصابه. صبحي جاهز، فتوح جاهز، ده بالنسبه للموقف المصابين في الزمالك. طيب تعالى بقى للصفقات ومصالحة جمهور الأهلي قبل السوبر. ما خد بالك لازم يبقى في قرارات ومصالحة للجمهور دي، للجمهور ده، لأن الجمهور الأهلي زعلان. وأنا قلت لك وبأكد لك تاني، والكلام ده هتسمعه من مدحت شلبي ومن سيف زاهر وإبراهيم فاي وأحمد شوبير وأميد وخالد الغندور، كل الإعلام الرياضي، إبراهيم عبد الجواد، كل الإعلام الرياضي. هتسمع إن جمهور اللهم صل على النبي، النادي الاهلي هيعمل صفقات مدوية في يناير. وحلو ان يناير قريب، يعني ايه مش بعيد. احنا النهارده بقينا في 4/11 تقريبا ولا 3/11، باقي شهرين تقريبا والانتقالات تيجي. فكله دلوقتي شغال على الصفقات. فهنا ميدو بيأكد ثنائي الزمالك حسام عبد المجيد خلاص. جمهور الزمالك ما بقاش طايقه، الواد ما بيلعبش حقيقي. ما هو ده مش مستوى حسام عبد المجيد ابدا. بقى حتى احمد عبد الرؤوف غيره امبارح، غيره. ما حصلتش قبل كده انه غيره ومش مصاب، لكن من سوء ادائه. وده الزمالكاوي يقول لك هو متعمد يعمل كده عشان هو رافض التجديد. حسام عبد المجيد في الاهلي يا جماعه، محمد السيد في الاهلي يا جماعه، خلاص. ويا تروب السوبر الفرصه الاخيره ليك، انت لسه جاي. انا بقول لك وعلى مسؤوليه الكلام ده، تروب الاهلي لو ما خدش السوبر تروب بره الاهلي. وافتكر الكلام ده، افتكر الكلام ده. فثنائي الزمالك زي ما بقول لك في الاهلي، ثنائيه بيراميدز اللي ياسين منصور مش عايز اقول لك بيبذل قصارى جهده. سيد عبد الحفيظ كان موجود في الاستاد امبارح مكشر تكشيره وغضبان غضب. وطبعا الكابتن محمود الخطيب على اخره من الفرقه ومن المدرب بيقول نعمل ايه تاني، احسن صفقات جبناها. مدرب برقم خزعبلي $250,000 في الشهر،
محدش بيدفع الكلام ده الزمالك كان جايب مدرب ب20,000 دولار ومش عارف يديله الشرط الجزائي. فالاهلي بصراحه موفر لبن العصفور. وايه النتائج دي معرفش. الاهلي من 12 مباراه جايب 23 بونت. من 12 مباراه يعني الاهلي فقط كام؟ 13 بونت. لان الاهلي المفروض يبقى عنده 36 بونت وعنده 23، يعني فقط 13 نقطه. ده رقم كبير جدا في اول 12 مباراه في الدوري. حتى شوبير بيقول لك لا، ده اللي جاي اصعب، مش في الدوري بس، قال لك في كل البطولات. فتقريبا احمد شوبير مش مقتنع بيستروب، وزيه كتير من جمهور الاهلي. فمايلي والشيبي ومحمد حمدي دول ثلاثي بيراميدز اللي ياسين منصور زي ما بقول لك بيعمل قصارى جهده انه يجيبهم للاهلي. ثلاثه دول. وعندك حسام عبد المجيد، محمد السيد، وعندك لسه الاهلي زي ما بقول لك في عمرو الجزار، في لعيبه تانية، في ابراهيم عادل. لا، الاهلي رايح للعيبه، انا بقول لك تقيله. الاهلي لا هيبرم من 5 ل6 صفقات في يناير. ديانج هيمشي في يناير، محمد مجدي قفشه هيمشي في يناير. دي الاسماء اهي بقولها لك اهو: قفشه وديانج، وممكن 2 كمان يرحلوا عن الاهلي في يناير. سلام عليكم.